على تردد 88.1 إذاعة ديوانية تقدم برنامج سر الحياة. سر الحياة في الإعداد والتقديم فضيلة الصالح. يرافقني في سر الحياة مخرجا ومتألقا زميل الجميل علي محمد. أسعد الله أوقاتكم بالحب والخير والأمل والسعادة الأحبة المستمعين الكرام والسادة المشاهدين والمتابعين، وحلقة جديدة وبرنامج سر الحياة. اليوم نتناول بسر الحياة أجمل المعاني، أجمل المفردات، أجمل الأشياء اللي من الممكن أنه تبين يعني ذواتنا. الشاعر دائما يحمل رسالة ويحمل هدف، ودائما التقاطات الشاعر والتقاطات الأشياء اللي من حوله تختلف عن الإنسان العادي. اليوم رحلة سر الحياة مع ضيوفنا الشعراء يعني المتألقين اللي ارتئينا أنه يكونون ويانا. الدكتور مشتاق حميد فنجان، تولد 80، حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب الحديث ونقدي، عضو اتحاد الأدباء والكتاب في الديوانية، وله 4 مجاميع شعرية. راح نتناول هذه المجاميع، ما نحكيها الآن، نتناولها أثناء الحديث. وأيضا الشاعر الجميل الشاب سليم جواد الشبلي، عضو اتحاد الأدباء والكتاب، أيضا عضو منتدى العراق الثقافي، وعضو ملتقى نيبور الثقافي، وعضو في الكثير من الرابطات الثقافية. هو دبلوم طبي قسم صيدلة، ويعمل بقطاع الرعاية الصحية في مدينة الشامية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بدءا نرحب بكم قبل أن يعني نسمع من الشعر والبو. حياكم الله. أهلا. حياكم الله دكتور مشتاق. أهلا. الله يسلمكم ست فضيلة. طبعا إن الشرف الكبير في أن نحضر وأن نكون معكم في هذه الإذاعة الطيبة، هذه الإذاعة التي عودتنا وعودت المستمعين والمشاهدين على كل ما هو جميل وكل ما هو يصب في سر الحياة، ولا سيما نحن الشعراء الذين نعزف سر الحياة. نعم، حياكم الله وأهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ سليم. متابعينا الكرام، مستمعينا، الست فضيلة الصالحي، الأستاذ المخرج علي محمد المحترم، مساء الخير وأسعد الله مساءكم بالحب والبركة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. طبعا الديوانية ولادة للمبدعين حقيقة، فيها الكثير من الطاقات خاصة الشبابية. حبينا اليوم يعني نسلط الضوء على الشعر وأهميته والفصاحة، دور الشاعر، رسالة الشاعر كشعراء. بديتوا متذوقين، بديتوا من بيئة شعرية، من عائلة شعرية. كيف نمت يعني هذه الموهبة؟ طبعا أنا بالنسبة لي قبل كنت أكتب الشعر الشعبي، جدا متذوق للشعر الشعبي. جميل. حينما صارت الدراسة الأكاديمية فالتخصص فرض عليك أن تقرأ الأدب في العصور كلها، سواء كانت العصر الجاهلي أو العصر الإسلامي ومرورا بالعصر الحديث. نعم. لذلك لا بد لك أن تقرأ، وإذا كانت لديك حس شعري، أذن موسيقية، كذلك تتذوق الأشعار. لذلك تأثرنا كثيرا بالأشعار الحديثة، لا سيما أحمد مطر مثلا، كنا نقرأه خلسة في الكلية في ذلك الزمان، يعني نوع من الرقابة تعرفون. فأشعار أحمد مطر كانت جدا
يعني مراقبة نقرأها خلسة أنا وأصدقائي، لذلك نعم. تأثرت فيه كثيرا. كان ملهم. ملهم جدا. نعم لك. نعم ملهم جدا أحمد مطر إلي. نعم. نعم أيضا سليم لاحظت أنه اختصاصك بعيد. نعم لو اثنين هن بهن علاج يعني إذا كان يعني صيدلة أو الشعر غذاء الروح. نعم. والاختصاص الطبي غذاء الجسد. نعم. فهذه العلاقة الروحية. نعم يعني اثنين بهن طرق شفاء إلى الشخص. نعم. كنت متذوق الشامية أكيد. شامية يعني شامية ولودة وشخصيات عريقة بها يعني. طبعا مدينة جميلة يشقها الفرات إلى نصفين. بمن تأثرت من شخصيات الشامية؟ شخصيات الشامية أستاذي معن غالب سباح. تحية كبيرة لمعن غالب سباح. أستاذي من الثاني ابتدائي. نعم. وحتى الآن تأثرت به. نعم طبعا. شنو تأثرت به؟ طريقته، شخصيته؟ تأثرت به أستاذ معاني الإنسان وكفى. نعم. إذن بعد ما عرفنا أنه بداياتهم هكذا يعني هو ولد مجبولا بالشعر والأدب والحروف. وسليم طبعا بيئته هو منغمس ببيئة كلها عمالقة حقيقة يعني يسخرون بكثير من القيم والأدب والثقافة والشعر وكل الاختصاصات هي كثيرة في مدينة الشامية وأيضا يعني الديوانية. ونشوف أنه دكتوراه بالأدب يعني أيضا أخذ الاختصاص اللي هو يحب ويرغب. بدءا أنه أكيد الآن المستمع على حرم من الجمهورية يسمع اليوم من شعرائنا دائما يعني نبدأ بحبيب القلوب الذي يسكن العيون والمقل والذي كانت الأرواح له الفداء. بماذا تصف العراق؟ أولا يعني دائما للعراق ننشد. بماذا يصف العراق دكتور مشتاق البديري؟ هاي القصيدة اسمها نبي مرسل. نعم. تتحدث عن الأنبياء التي يعني الذين هم في صلب موضوع العراق يعني. في كل أجزاء نبي مرسل أتلو دموعي في محراب أحزاني، أنا الذي مرغما وزعت أشجاني على رؤوس جبال النحس فانخفضت، وفي بطون طيور الكاهن الجاني صار البياض ردائي منذ مقربة، لذاك ترمقني بالشك ألواني، بدت على خاطري أوجاع أمنيتي، فالجرح يا ملهمي في اللوح سماني، طفقت أخصف جرحي دون معرفة، حتى بدت علتي من بين أغصاني، أنا الكتاب ملاك الحزن رتلني، اقرأ أبا حيرة جبريل كناني، أنا النبي الذي صفين تؤلمه، مذ شوه الرمح آيات بقرآني، سفينتي في عباب الشك تأخذني، كأنها ارتطمت في سفح ثهلاني، تجري بلا دسر أعوادها انكسرت في لجة الموج، مذ أن مات كنعاني، لا تعقروا ناقتي فالماء حصتها، إن الفصيل إذا ما مات أبكاني، اركض برجلك أين الماء يا قدمي، أنا الصحيح وسوء الظن أعياني، في بطن حوت الردى أدعو فيسمعني، أنا المليم وحاش الرب ينساني، لنت الحديدة ولكن نعجة فتنت رأيي، ولما دنا المحراب خصماني، هناك في سبأ ضيعت منسأتي، وهدهدي مات والأحزان تلقاني، النار ترقبني في عينها حسد، فهل يهدئ برد الله نيراني، برد الله نيراني، خذ الكتاب ينادي الرب لي وأنا رأسي سيهدى لبغي حين ناداني، قد الزمان قميصي كي يرى أملي، فأزهرت حسرتي من تحت قمصاني، قد صرت هارون لكن دون معجزة، وقد تبرت عصا موسى بن عمران. في طويل القصيدة راح نختصرها في نعم. هذه فلسفة دكتور. فلسفة هذه. الله يسلمك. رائع. آخر بيت أقول بها أنا العراق نبي في كرامته، فالله شرف طيني حين سواني. الله 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 الله.
حقيقة فلسفة وليست قصيدة، يعني من حبكة عالية وضرب أمثلة عميقة. يعني حتى من اختارات الأنبياء، والعراق أيضا هو بلد الأنبياء والأولياء، وهو ذلك النبي الصالح الذي عادته كل من حوله. نذهب إلى سليم، وإحنا ما نريد نضيع الوقت، طماعين طبعا. العراق جميل بكل شيء. نعم. حتى بالملامح المهدمة هي جميلة. الله. حتى بأسوأ حالاته هو جميل، هو جمال. نعم. هذا بس الشاعر شوف هذه الزوايا، المناطق جميلة يتناولون، غيرك يراها خرائط. لا حتى نحن الشعراء مرة نتناول نعم جهة من العراق، مرة نتناول جهة أخرى. الآن أتناول العراق كغزل. نعم. وهذا معشوقنا اللي نحبه أكيد. لا يعني هو من يستحق الغزل. عيونك الأفق والباقون زنزان، بحر وأنى يضاهي البحر شطآن، لا لون يعلو عيون الناس أرمقه، إلا عيونك أطياف وألوان. الله. إن مر غيرك لاهتزت ولا رجفت، إلا مرورك فوق الأرض ميدان. يا خصر دلة والباقون آنية، ومنك يرقى فما الأمجاد فنجان. يا نخلة البرح وكل الأخريات صدى، بصيت أعذاقك البستان يزدان. طين يحن إلى طين إليك أنا، فيك استفاقت وتغفو فيك أجفان. حتى الخسائر فوزا فيك أحسبها، ودونك الربح كل الربح خسران. يا موطن الخطوة الأولى التي بدأت شوط الحياة، وجاءت بعد أوطان. بعض تجلت وبعض كلها اندثرت، وأنت باق ويجري منك شريان. من دجلتيك فرات، فالحياة هنا تجري لأنك يا عملاق عنوان. مهد الحضارة والآثار شاهدة، وللمنارات فوق الغيم إعلان. من علم الأمم الأخرى مسلته، وعلم الناس إن الناس صنوان. قطب وإنسان هذه الأرض أجمعها، يا حسن حظي إني فيك إنسان. الله. صح لسانك. يستحق العراق هذا الغزل وهذا التفرد. يعني أنت من تميز العراق تنفي الباقي. أنت خسر دلة والباقي. لا ما نفي الباقي. الباقي ممكن أن يكون لو يكونون إذا كانوا يعني أمام العراق هم لا شيء. ممكن أن يكونون يعني يدة الدلة باسمها الآخر، لكن الخسر. نعم. جميل هاي المشاعر. خلونا ناخذ فاصل مع الجميل علي محمد، فاصل قصير، ونرجع مع ضيوفنا الدكتور مشتاق البديري، طبعا شعراء، دكاترة قلوب يعني، دكتور قلب، والأستاذ سليم. فاصل قصير وراجعين.
ما زلنا وإياكم الأحبة المستمعين الكرام والسادة المشاهدين والمتابعين، وحلقة اليوم وبرنامج سر الحياة. أوصف سر الحياة الدكتور مشتاق، يقول سر الحياة هو الشعر. عندما يكون وجداني ماذا يتناول الشعر الوجداني؟ يعني سليم دائما يحب الغزل، وأنا سامعت له دائما قصائد، يعني دائما هي غزلية. نعم. مرة تجدي غزل، نعم. كون قريب عن نعم. تكلمنا عن العراق، أريد نتكلم عن الأرض اللي تنبت، تخرج هذه الدنيا عمالقة وشخصيات ربتهم وتعبت عليهم وسهرت وقلبها يحتوي العالم. الأم، إذا عندك للأم نريد أن نرى مشاعر مشتاق والصحة والعافية الوالد والفردوس والجنة العلا لوالدة سليم. طبعا مهما اجتهد الشاعر أن يكتب عن الوالدة، طبعا الأم أبدا، سواء كان شاعرا فيلسوفا، لا يصل إليها أبدا. هي البحر الزاخر، هي البحر الحنان، هي الكون، كل الكون، هي الجنة بأسرها. لذلك لا نستطيع أن نصل إلى جزء بسيط من تضحياتها فعلا، من كل التي يعني يصعب وصفها، يصعب طبعا. يعني قصيدة جدا صعبة إذا كتبت عن الأم. لذلك بعض الشعراء يكتب بيت دارمي، يلا يعني يصل إلى فعلا. أنا كثير من الشعراء اللي استضافهم يعني يقول ما كاتب للأم، ما أعرف شو أقول. هسه أنا هاي مقطوعة إن شاء الله سوف أقرأها. إلى أمي في عيد ميلادها، نبتت في فمي سن العقل، لكن أمي حصدت الشيخوخة أسنانها، وتسابق الماء صعودا إلى عينيها، واستقر الألم دافئا في مفاصلها، وتشقق جرفا وجهها، لكن ازداد منسوب حنانها. يا ليتني يوسف الصديق أرجعها بنتا وأشركها أجزاء ذاكرتي. الله 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 الله، جميل. يعني شعور بمعاناتها. نعم سليم. ماذا؟ أنا التي فارقتني قبل 14 عاما وزارتني هذه الليلة حلما، على مضض رحيلك أيها السلوى، فلم نقدر عليه ولم نعد نقوى. على مضض رحيلك أيها السلوى، فلم نقدر عليه ولم نعد نقوى. أيا صوتا لضحكتنا، ويا ملحا لخبزتنا، ويا قرصا من الحلوى، ويا أحلى ابتسامات تزف لنا، ومن كفيك دوما تصعد النجوى. على أقدامك كانت جنائننا، خضارا كان قش غثائها الأحوى. أيا نهرين من خمر ومن لبن، ومن ماء بغيرهما فلا نروى. فمذ غبتي لقد شبنا مفاجأة، كأن العيش شردنا بلا مأوى. وهدهدنا بغيبتك الرحيل أسا، وطيفك بيننا يطوي ولا يطوى. الله 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 الله. قبل لا يعني تبكينا يا سليم، سليم يعني أنت شاعري بكل اللي يعني كتاباتك. يعني الآن هذه القصيدة يعني بعد رحيل والدتك، لكن ألمس بها من
الشاعرية ومن الإحساس الترف، ما تستعمل الكلمات الحزينة إحساس الفظة عندما يكون القوية. صادق. نعم نعم. هكذا يكون الشاعري يعني هادئ. تكون عفوية القصيدة نعم. نوعا ما. إذا القصيدة الوجدانية هي كل ما يتعلق بالإحساس والشاعرية، ومثل ما ذكرنا في بداية البرنامج أنه الشاعر التقاطاته تختلف، يعني ربما يعني يرى من زاوية أخرى. نعم، يرى الأمور مختلفة، يعني تصادف فد موقف يجوز بالشارع هو يعني يرى بطريقة أخرى ويكتب عن، يعني يسمع بموضوعة ما، يمر بحالة ما، صح. فيترجمها بطريقته الخاصة، وهي الطرق تحتاج أيضا إلى خبرة ومهارة وممارسة وجرأة من أجل أن يعني يأتينا الشاعر بلوحة شعرية متناغمة متراصة تصل إلى المتلقي بكل يسر وسهولة وتؤثر فيه. نسمع من الدكتور. طبعا مشتاق. سمي بالنقد العربي القديم، نعم. يقولون سمي الشاعر شاعرا لفطنته في الغوامض. مهم. هناك نوع من الغموض يصل فعلا. إليه الشاعر لا يصل إليه أي إنسان. الشاعر يبحث عن هذا الغموض فعلا. ويترجمه إلى أحاسيس ووجدان. نعم. سوف أقرأ متحدثا مع قلبي، مهم. وأنتم تعلمون قلب الشاعر يختلف عن قلوب الآخرين. نعم. أنا يا قلب مرآة وظل، أنا بحر السماحة أو أقل، أحب الله صوفي تسامى، فقلبي كعبتي فيه يحل. الله. أحب الضوء يكشف ما تبقى من السوآت عن ليل يطل. أحب الحزن طبعي آدمي، فبعض الحزن في الأرواح يحلو. أحب المرأة الأولى لأني من الأحفاد والتفاح أصل. أحب الجنة الصغرى يقينا إذا لم يأت وابلها فطلوا. أحب الجنة الصغرى يقينا إذا لم يأت وابلها فطلوا. أحب مسائل العشاق دوما لأن نهاية الأزمات حلوا. الله. أحب الورد أشكالا وعطرا، فلي نصفان فلاح وحقل. أحب الناس ألوانا وفحوى، فلولا التل لا يرتاح سهل. أنا يا قلب سفان وبحري يغازل مركبي فالماء شمل. أحب ربيع أشياء اعتدالا، فكل تطرف إن زاد جهل. أنا في داخلي طفل صغير يراودني لألهو لا يمل. الله 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 الله. سليم، حدثنا حول مجموعاتك. كم مجموعة يعني أصدرت؟ المجموعات الشعرية اللي أصدرت غمام الدين، نعم، وستشرق الشمس، والصارخ نصف الليل، مم. والمجموعة الرابعة إن شاء الله قيد الطباعة هي شطر التفاح. نعم. إن شاء الله هي التي تكون نعم. الهوية. إن شاء الله. هل بين هاي المجموعات أكو فد تشابه أو تقارب أو التقاء؟ يقينا. بالأسلوب لو يعني طبعا هو الفحوى. الأسلوب واحد. نعم نعم. والقلب والمصدر الذي خرج منه نعم. هذا الغذاء هو نعم. واحد. هسه احنا بقى ما يعني نشيل عنك تهمة انه انت يعني تكتب بشاعرية وبرومانسية، نريد نسمع منك رومانسية. احنا نعم. يعني ضمن يعني موضوع الأم والدموع والحزن لا لا، هسه نريد منك شيء ثاني. إلى ألق الحياة الذي أشرق وبدد ظلمة روحي. واضح يعني الكلام واضح. قريبة القلب فيك القلب. ما راح نخرب عليك، هي أكيد جاي تسمع. نعم. هي قريبة القلب، يعني هي القصيدة تتكلم. تمام، خلينا نسمعها ونحكي. قريبة القلب فيك القلب منشغل، وما سواك به عرق سينشتل. أنت التي سيطرت فيه وتأمره بسطا وتقبض قبضا وهو يمتثل. الله.
السحر في عينك النجلاء ينطقه، شعري بأجمل ما قد قاله الغزل. بدر السما ليلة في الشهر طلته، وأنت بدر طوال الشهر مكتمل. ألق الحياة وسر من خصائصه أن لا حياة إذا عينيك تنشغل. الله. ألق الحياة وسر من خصائصه أن لا حياة إذا عينيك تنشغل. يا أيها الأقرب الأدنى إلى رئتي، عشقي وأقرب من حلوا ومن رحلوا. يا من الضلع أنت الضلع أجمعه، قص على قفص الأضلاع يشتمل. أنا وأنت كحدين إلى مقص، لا نفع يجدي إذا ما حد ينعزل. فعلا. كل الشجون صغيرات إذا سلفت، إلا فراقك شجوا ليس يحتمل. كيف احتمالي لأمر آت متفق عليه، حتما بأن الكل يرتحل. كيف انتقالي إلى دار تفرقنا، وكيف قلبي بلا ضلع سينتقل. كيف انتقالي إلى دار تفرقنا، وكيف قلبي بلا ضلع سينتقل. سيخمد الترب قهرا ضوء جذوتنا، نخبو كما قد خبوا أسلافنا الأول. ويأكل النمل أشلانا ويتلفها، نبلى ونطوى وتبقى هذه الجمل. يمحو ملامحنا رمل ويمحقه هذا البسيط وذاك الرجز والرمل. يبقى الذي بعدنا خيرا سنتركه، كي يذكرونا بخير حين ينسئل. لو كان ما كان، كانت رحلة ربحت حسنى، ودارا مع الآتين تحتفل. سكن البقاء بها خلد سيجمعنا، فلا نفاق ولا بغض ولا دجل. هذا دليل وحل حل أحجية كبرى، ولغزا طوال الدهر يشتكل. فإن تكن تلك دار ذات جائزة، وأي جائزة منها سأنتهل. أبكارها قاصرات الطرف بيض، ولم تطمث بأنس ولا جن لها يصل. خلد بدونك مهما قد سما شظف، إلا وإياك عيشي ناعم خضل. من لي بغيرك شخصيا تعوضني، وهل لعينيك أخرى سوف تنتحل. من لي بغيرك شخصيا تعوضني، وهل لعينيك أخرى سوف تنتحل. عهدا بأن لم ولن أنسى نواظركم، لو تعرض الحور أبقى فيك أتصل. أليس فيها نعيم دائم أبدا، ما تشتهي النفس مبذول ومنسدل. هناك أخبر من في الدار أجمعهم ما أشتهيه، ويملي مقلتي الأمل. لا أبتغي إلا إليك أنا، أما تجيئين أم إياك أنتقل. الله 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 الله، صح لسانك. جميل. يعني احنا قلنا انه الشاعر يستعمل المفردة ويستثمرها ويستغلها، يعني بكل شيء يستغلها من بدايتها إلى نهايتها، يوظفها توظيف عميق ودقيق وبكل الاتجاهات يوظفها. هسه أنت موظف كثير الأشياء، المفردات مباحة، مفردات الأمور موجودة بالدنيا والآخرة كلها أنت ما شاء الله موظفها أي توظيف جميل وضارب، يعني أمثال ومسوفة يعني معادلة ومقياس. نعم فعلا خلطة، لكن بصيغة شاعر متمكن. طبعا بالنسبة للدكتور
مشتاق هو تدريسي في الكلية التربوية المفتوحة في محافظة الديوانية. لفت انتباهي يعني بين مجاميعك الشعرية يعني أسئلة ترملت. أنا سمعانة أسئلة ترملت. كلمنا قليلا حول هذه المجموعة. طبعا هذه المجموعة الثانية التي سبقتها مجموعة واحدة، إيقاع الشظايا، التي قدم لها الأستاذ الناقد الكبير الدكتور رحمن غرقان. وهذه تأتي المجموعة الثانية التي هي أسئلة ترملت. فيها وضعت عديد من الأسئلة التي لم أصل إلى إجابة فكرية أو وجدانية إليها، لذلك هذه الأسئلة قد ترملت وتحتاج إلى من يبحث عن قاتل زوجها. في هذه المجموعة لم تحضر المجموعة، حتى الغلاف كان أسود، يعني أسود. فهي أسئلة ترملت فعلا يعني، وتحتاج إلى ترملت بالنسبة لوجهة نظر مشتاق، وجهة نظر الشاعر مو وجهة نظر الشاعر. نعم بالضبط. نعم، هاي شوقتنا إن شاء الله توصل نسختها إن شاء الله. أيضا ضفتان لعمر واحد. ضفتان لعمر واحد هذه المجموعة الثالثة التي طبعتها دار ابن السكيت يم زهراء العوضي. هذه المجموعة الثالثة كما قلت، وهي فيها ضفتان، ضفة للوطن وضفة للحبيبة، فهما لعمر واحد. هذه الضفة وهذه الضفة تنتميان إلى عمر واحد. دائما يعني عنوان الغلاف لابد أن يعني يكون بلغز طبعا، من أجل أن يعني يجذب القارئ. أولا كثيمة إشهارية تسمى، وثانيا بأن باعتبار العنوان هو الثريا التي تعكس سيميائية النصوص الأخرى، لابد أن يحتوي على معنى كبير، تركيب دلالي. يعني هسه أنت كل مجموعاتك هي بها إشارات يعني رأيت بالأفراح حولا كاملا. هاي آخر مجموعة طبعتها الاتحاد الأدباء ببغداد، اسمها رأيت بالأفراح حولا كاملا. يعني أنا أقنع نفسي بأن أنا فرح، ولكن أنا مرائي بالفرح. ليس رأيت. رأيت من المراءات. رأيت يعني رائي يعني من الرياء. أنا رائي للمتلقي بأن أنا فرح، ولكن حينما تقرأ المجموعة لا تجد فرح، لا تجد فرحا. حولا كاملا. لا حولا كاملا عن دهر إلا شوي. عندما يكون الرياء فرح فهو رياء جميل. نعم. سوف أقرأ من هذه المجموعة الأخيرة. نعم. إن كان في هنالك متسعا من الوقت. نعم نسمع. أنا فرح. أنا فرح وفوق أديمي الملح. أنا فرح وقد يستاء لي جرح. أنا رأيت بالأفراح وقتا. أنا في الابتسامة كنت موتا. أنا ذنوني لا أحتاج حوتا، ففي التسبيح يبنى للهدى صرح. أنا في باطني حمم الرزايا، وفي وجهي تواريخ المنايا. من الأنقاض قد تلد الضحايا، إذ الآجال تثبت ثم تمحو. أنا فرح كطير هزني أمل. أحب الناس لكن حصة الزعل. أحب الله يغويني به هبل، فحظي نائم بالكاد يصحو. هل الأحزان تولد رغم عني؟ هل الأفراح مستثنات مني؟ أنا أيا أفراح ناديني، فإني بقلب بيادر الأيام قمح. أرائي رغم أنف الحزن دوما، وأسبح في شطوط الصبر عوما. فشيطان الهموم يموت رجما، إذا جاء النصير وجاء فتح. أنا في عتمة الأحلام ضوء. أنا من هيكل الأضداد جزء. أنا في الظل للأبعاد بدء، وهل عند الضياء يطول شرح. آخر نص هذا: سأفرح أو أحاول دون خوفي، أصير مرائيا إن بان زيفي. سيلمع في الدجى الموصود سيفي، فيشفى من هموم الناس فرح. الله 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 الله، جميل. كمية واقع حزن بس واقع. وما زلنا نتراءى بالفرح. ليس فقط حولا بل دهرا كاملا. نعم. يعني سليم، دقائق يعني وصلنا الدقائق الأخيرة من البرنامج. متى يكتب سليم؟ يكتب عندما يجي وقت النص، أو عندما يطرق هو النص
الوقت هو يختار وقته المناسب. نعم. عندما تلد القصيدة يعني لابد نعم. أنه تكون مستعد. نحن لن نضع الورقة والقلم ونكتب الشعر. لا. لو أنه هو يأتي في وقت هو يفرض نفسه ويفرض وزنه ويفرض. نعم. مرات يعني أوقات مثلا يعني كتابة، البعض يقول مثلا بالليل لأن هادي، أو البعض يقول الفجر. هذه قد تكون طقوس يعتمدها البعض. أنا شخصيا لا أراها. تكتب بأي وقت يعني حسيت أنه أنت وقت يأتي به الشعر. أي وقت يطرق الشعر الباب. نعم. نعم. يعني يهطل كالمطر بدون موعد. ما تدري بيه. أنت بالشارع، أنت بالسيارة، أنت بالدوام. هو قد يكون الموقف يؤثر، وقد تكون آثار هذا الموقف أو مجموعة مواقف أو كذا تنتج نص. نعم. دكتور مشتاق، أكيد يعني نفس بالضبط. نعم. مثل بعض الأحيان تكتب النص، مثلا إذا كان عندك تراكم حزن، تراكم قضايا، تستطيع أن تكتب النص. ولكن في الغالب الأعم أن يأتي المطلع في غمرة الازدحام، في البيت، في الشارع، في السيارة. يأتي المطلع، مرات لابد أن تدونه. لا دون البداية. البداية. نعم. حينما تدون البداية خرجت. نبحث عن طقوس. نعم. أحد الشعراء قال أنا كنت يعني أقود سيارتي في طريق معين، فإجا في بالي فد بداية معينة، يقول وقفت السيارة إلى جنب ودونت بالموبايل. يروح يعني يذوب. نعم. حينما لا يدون يذوب يعني ينتهي. نعم. يضيع. إيه يعني هي وبعدين إنه يكمل حسب المطلع اللي إجا في باله. طبعا الوقت ما أعرف شلون يعني انقضى. إن شاء الله تكون إنه يعني حلقة مفتوحة، إنه نسوي حلقة مباشرة حتى إذا مو بالإذاعة، إن شاء الله. لأنه جدا استطيبت ما جئتم به، يعني كتابات الدكتور مشتاق، أيضا بوح الأستاذ سليم. شاكرين طبعا حضوركم، شاكرين حروفكم الجميلة. هناك بوح كثير يحتاج إلى وقت جدا طويل، احنا دخلنا يعني شوية متأخرين فايت الوقت. ماذا يعني تهدي للمستمعين بآخر؟ نتمنى أن نكون خفيفي الظل أنا وزميلي، وأن نكون قد أضفنا لهذا السر الجميل أشياء أحبها الناس من الكلام الطيب، من الكلام الشاعري. ونتمنى أن تكون هذه الإذاعة يعني هي سباقة، أكيد سباقة لمثل هذه البرامج. والست فضيلة طبعا لها الباع الطويل في تسليط الضوء على المبدعين الديوانيين. شكرا جزيلا لمدير الإذاعة أستاذ عيسى الكعبي، ومخرجنا الشاب الطيب علي محمد. ست فضيلة حياكم الله، شرفتونا. نعم سليم، ماذا تهدي المستمع؟ نعم. أقول سبحانه خلق الأضواء والظل، نجدين أهدى من استهدى ومن ضل، صف الطباق من الأدنى إلى الأعلى، وقال هيموا إلى أن تنزع الغلة. نسأل الله أن تنزع الناس ما في صدورها من غل، لتتجه إلى الله بما أراد. أحسنتم. شاكرين حضوركم الجميل، شكرا لتلبية الدعوة وحضوركم في برنامج سر الحياة. نتمنى إن شاء الله لقاءات قادمة وإياكم. أحبتي المستمعين الكرام، السادة المشاهدين المتابعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج سر الحياة، على أمل اللقاء بكم وأنتم بخير وصحة وسعادة. كنا معكم في الإعداد وتقديم فضيلة صالحي، رافقني مخرجا متألقا زميل علي محمد. إلى أن نلتقيكم، دمتم في رعاية الله.